السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض صينية سمك ماكريل بالخضار في الفرن بطريقة سهلة جدا فوق ما تتخيلوا. وكمان هنعمل معاها البسارية المقلية، احنا عملناها مع بعض قبل كده بفيديو مخصوص لوحدها. وكمان هنعمل معاها الرز حباية وحباية. بس قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض عايزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لكم كومنت كده جميل زيكم. تعالوا نشوف هنحتاج ايه وهنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه معانا سمك ماكريل وبسارية، هنعمل مع بعض سمك ماكريل وبسارية. جبتهم الاتنين ونضفتهم وفتحت البطن بتاع سمك الماكريل وقطعت الراس بتاع سمك الماكريل وشلت الراس بتاع البسارية، ونقعتهم الاتنين في ميه وملح وخل وليمون، وبعد كده صفيتهم وشطفتهم من الميه دي. ومعايا بقى الدقه بتاعتهم عباره عن توم وفلفل الوان وملح وكمون وليمون. كل ده مفروم ناعم، وبتبل بيهم بقى ايه البسارية والسمك. حطيت معلقتين من التتبيله ديت على البسارية وقلبتهم واسيبهم ايه يتبلوا كده على جنب. وبعد كده اخد من التتبيله ديت واحطها في بطن السمكيه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بجيب سكينه حاميه، لازم تكون سكينه حاميه، واشرح كده ظهر السمكيه من ناحيه واحده بس. لازم تكون السكينه حاميه عشان خاطر ما تهرليش ظهر السمكيه، واتبل كده بالتتبيله في ظهر السمكيه في التشريحات دي. لان حجم السمكيه كبير، فلازم لحمه السمكه تكون متبله كويس وتاخد من طعم التتبيله. وكمان بتساعد معايا ان السمكيه تستوي بسرعه. بعد ما نتبلها كويس جدا ونحطه في قلب التشريحات ديت، بنركنها على جنب ونسيبها 10 دقايق تتبل شويه. نيجي هنا بقى للخضار. معايا بصلايه كبيره متقطعه شرايح وعليها ملح وكمون وليمون، ومعلقه كده كبيره خل، وادعكها كويس جدا جدا بايدي. الخطوه دي مهمه جدا جدا للبصل عشان ما يعملش معايا ريحه مش لطيفه، او بمعنى اصح بالبلدي كده ما يعملش معايا صنه في الاكل. فلازم ادعك البصل كويس جدا جدا بالتتبيله دي. ومعايا كده كزبره خضراء او بقدونس اخضر متقطع ناعم، المتاح عندكم حطوه. ومعايا جزرايه مبشوره ناعم، جزرايه كده كبيره، واحط عليها معلقتين اتنين من الدقه بتاع السمك. ومعايا هنا بقى طماطم معصوره في الخلاط او مبشوره في المبشره او متقطعه كده زي السلطه بس تكون صغيره شويه، واحطها على التتبيله دي. احط شويه صغيرين بس كده في الاول، وبقلب كده التتبيله دي كده كويس جدا. طبعا انا بكون ظابطه الملح بتاعها في البصل وفي الدقه فما بزودش ملح كتير. وبجيب بقى كده من التتبيله ديت واحشي كده ايه بطن السمكيه. التتبيله تبقى تحفه جدا لما تطلعوها كده من البطن وتاكلوها تبقى جميله جدا. بحشي كده ايه بطن السمكيه بالتتبيله دي كلها جدا بالتتبيله دي كلها. وبيكون معايا هنا بقى ايه بصل، اقصد بطاطس، بتكون متقطعه كلها سمك واحد، بتكون ايه رفيعه شويه عن البطاطس الصينيه اللي احنا بنعملها عشان خاطر ايه السمكيه الاولويه للبطاطس دي متقطعه تخين شويه. السمكيه هتستوي قبل البطاطس، والبطاطس تفضل نيه زي ما هي، فبنقطعها ايه شرايح رفيعه كده ايه شويه. وبنزل عليها بقى بالصلصه بتاعتي، وبحط فيها معلقتين اتنين بس زيت، معلقتين اتنين بس. عاوزه اقول لكم ان وصفه السمك دي صحيه جدا جدا لو حد بيخس وبيعمل دايت ولا حاجه. فبنزل بالصلصه كده على السمك، وبكون مولعه الفرن بحطه تحت لمده مثلا انا خد معايا تلت ساعه على حسب الفرن بتاعكم. بولع من تحت بس واخد دقيقتين، لو ما خدش لون من فوق بولع له الشوايه من فوق. اهم حاجه ما كترش الزيت عشان خاطر سمكه الماكريل ديت بيكون فيها ايه نسبه زيوت برضو، لانها بتكون السمكه دي دسمه اصلا. تمام كده. تعالوا بقى نتبل مع بعض البسارية. جبت شويه دقيق وحطيت فيها رشه ملح بسيطه وقلبتها كويس. وباخد بقى ايه شويه من البسارية كده واتبلها في الدقيق، وبكون مسخنه الزيت بتاعي. انا عملت معاكم فيديو مفصل للبسارية الواحده، احطه لكم في صندوق الوصف اللي بالنسبه اللي بيتابعني على اليوتيوب، وبالنسبه اللي بيتابعني على الفيسبوك هحط لكم فوق فوق الفيديو من فوق. معلش بقى اعذروني انا عماله اتلخبط وانا بتكلم، لان انا كان عندي دور برد وتعبانه شويه فبتكلم بالعافيه. اهم حاجه بقى نكون الزيت بتاعنا سخن، البسله دي تدخل زيت ساخن، لانها لو دخلت زيت بارد البسله دي تتهري معانا والكفر بتاعها هيفك. بعد الزيت ما سخن كويس جدا معانا بنحط فيه البسارية. واخلي بالي وانا بحطها ايه ما اكونش حطها كتير، ما احطش كميه كبيره قوي في الزيت عشان خاطر ما تتزقش في بعضها معايا.
زي ما انتم شايفين كده. ابتدي وانا بقلبها اهوت اهو، مفيش واحده ماسكه في التانية، جميله جدا ما شاء الله عليها. بقلبها كده على الجنب التاني، ولما اجي بطلعها في مصفى واصفيها من الزيت كويس جدا. واخر نص دقيقه بعلي الزيت، بعلي درجه حراره على الزيت عشان خاطر تصفي اي زيت شربته، عشان خاطر تبقى ايه ما يكونش فيها زيت كتير وتكون مقرمشه معايا. زي ما انتم شايفين كده اهو، خلاص كانت استوت معايا. بطلعها بقى وبصفيها من الزيت خالص خالص. بصفيها بقى في مصفى، وبعد كده بطلعها على مناديل عشان خاطر ايه تفضل مقرمشه معايا وما يكونش فيها زيت خالص. هنعمل مع بعض بقى الرز حبايه وحبايه. حطيت حله على النار ونزلت بقى بالسمنه او الزيت، وحطيت ملو كف ايدي كده شويه رز، وابتدي ان ايدي فيه واقلبه كل شويه لحد ما ياخد اللون الذهبي اللي انتم شايفينه. وبعد كده بنزل عليه بباقي كميه الرز. انا هعمل رز حبايه وحبايه، وبقلب كده كويس جدا، وبحط الملح بتاعي دوت 4 كوبايات رز يحتاجوا 4 كوبايات ميه. الرز المصري بتاعنا بيحتاج لكل كوبايه رز كل كوبايه ميه، يبقى 4 رز قصادهم 4 كوبايات ميه. الطريقه دي ناجحه جدا جدا لحد بيتعلم لسه الرز بيتعمل ازاي. خلاص كده. وبعد الرز ما يشرب معايا الميه بتاعته، بهدى عليه شمعة خالص وغطيه لحد ما يستوي براحته. تمام كده. السمك بعد ما طلع معانا من الفرن، اهم حاجه في تسويه السمك نكون مسخنين الفرن كويس جدا. بندخل السمك كده على الصاجه من تحت، بنولع من تحت بس على حسب الفرن بتاعكم. انا خد معايا تلت ساعه بس مش اكتر، واخر دقيقتين ولعتوله الشوايه من فوق عشان خاطر الوش بتاعه ياخد لون كده ويتحمر ويبقى جميل. بالنسبه لتسويه البسارية لازم تدخل زيت ساخن على درجه حراره متوسطه، واخر نص دقيقه بنعلي النار على اعلى درجه حراره عشان خاطر تصفي اي زيت شربته منها وتبقى مقرمشه كده وما كنتش شاربه زيت خالص. ويلا بقى جربوها هتعجبكم. يلا سلام عليكم، باي باي.